السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. صباحكم زي الفل، يوم جديد وفيديو جديد. يوم النهارده بادئ بدري، فطالما فيها خروج الصبح فاكيد فيها مصالح حكوميه. عاوزه اقول لكم أنا الفجر اذن بالنسبه لي كانت العشاء. بقالي يومين، بس طبعا عشان الجمعه كانت اجازه فما كانش في دكاتره فاتحين. النهارده السبت وانا عندي ناحيه عيني دي كلها تعباني، حتى باينه في الصوره وممكن هتلاحظوها. مش قادرة اتكلم، بألم بقى في ودني فظيع فظيع الشكل، يعني الحمد لله ولا مسكن جايب نتيجة ولا اي حاجة. فقلت بإذن الله اول ما يطلع النهار اتصرف واشوف اي حل يعني. الحمد لله. دلوقتي الساعة بالظبط 9:30، فانا هشوف مستشفى، هروح ان شاء الله الاقي دكتور فاتح في الوقت ده. متنسوش بتدعولي، ادعولي كتير جدا عشان انا قلقانة. عصب وشي ده كله حسن وهو واقف، فالحمد لله. متنسوش بقى صلوا على النبي ونشوف بقى يومنا هيمشي ازاي. الحمد لله لسه جايه من بره. عاوزه اقول لكم معرفتش اصور لكم بره لان الجو حر جدا، وطبعا الدكتور الدنيا كانت زحمه عنده. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني كميه العلاج دي ما خلف الكواليس. ان شاء الله عندي ميعاد عند الدكتور النهارده السبت، عندي ميعاد يوم الخميس على استشاره، علشان برضو كمان اشوف ايه اللي هيحصل في ودني يعني. كل ده بسبب دور السخونية اللي هو كان جالي وحوار المستشفى وده كله. عمل لي التهاب في الأذن الوسطى، فالحمد لله. مش عارفة الأذن والأذن الوسطى حاجة زي كده يعني، مع احتقان بقى وحاجات كده غريبة. فاللهم لك الحمد. يعني أنا مش بنام والله، أنا كنت خايفة جدا. الحمد لله إن هي جت على قد كده. الموضوع مش سهل خالص، ربنا يا رب ما يكتبهاش عليكم بجد. التهاب الأذن الوسطى ده صعب قوي قوي. الحمد لله ان هي جت على قد كده. عاوزه اقول لكم انا هدومي منكوشه كده عشان الخمار اتبهدل بسبب الكاب. كميه العلاجات اللي انا جبتها والعلاج خوفتني والله. انا اصلا بشوف نوع معين كده من انواع العلاج بتضايق منه جدا، يعني بحس ان انا تعبت نفسيا. بصوا ده العلاج، انا لسه بكتشفه معاكم والله لسه لحد الان. عاوزه اقول لكم الروشتة وش وضهر، فالحمد لله يعني لسه هكتشفه معاكم دلوقتي. دي قطرة للمناخير اكيد يعني، دي قطرة ماما. وده عشان الكحة اللي هي هتموتني حرفيا بالمعنى الحرفي، هتجيب اجلي بجد. انا اي حد بيسمعني وانا بكح الكحة دي بصعب عليه بجد يعني. هو الدكتور اصلا بيقول ان هو ده متحور يعني بسبب السخونية وكده، هو اللي عامل لي كده. وده مسكن، ده خلاص ده انا دمي بقى كله دولبران. ودي برضو كمان قطرة تاني الحمد لله يعني. ودي قطرة كمان. وده المضاد الحيوي ده انا بشوفه بتعب نفسيا لان هو بيبهدلني ومش بستحمل عليه، مش بستحمله اصلا. مش ببقى قادرة عليه بجد، باخده ببقى بموت. ده بقى مضاد للتورم علشان الحبشتكنات اللي بتحصل في زوري والحاجات دي. وفي نوع ناقص ما لقيتهوش بصراحة. شايفين كام نوع؟ الحمد لله اللهم لك الحمد يعني. الدنيا زي الفل، بس والله يا رب يا رب يكونوا بالشفا، عشان يا رب يجعلهم لي بالشفا ان شاء الله، ويكون نتيجتهم قوية. عشان بجد انا والله بالمعنى الحرفي انا مش بنام والله العظيم بجد يعني. الحمد لله. حتى هو الدكتور قالها لي صريحة كده، قال لي كتر خيرك بجد، فاللهم لك الحمد يعني. بجد الموضوع صعب جدا جدا. التهاب الاذن الوسطى ده حاجه فظيعه، انا ببقى عاوزه اعيط والله يعني. انا اخدت اسبوع حرارتي ما بتنزلش عن 42، وسخونيه بقى وصداع وكحه، وما زالت لسه الكحه، وما زال لسه الدور اللي هو الاحتقان والجيوب الانفيه وكده. بس والله ما يجي ذره في الم الودن، حرفيا بالمعنى الحرفي. عصب وشي ده مشلول. عصب وشي ده كده كده، الناحية دي عيني بالحتة دي كلها متبنجة مشلولة. انا مش قادرة افتح بقي لدرجة ان انا لما بتاوب كده بفتح بقي او بكح او بعطس، العطسة بتطلع من ودني، ببقى عاوزة
بصوا يعني مش اصوت، امسك كده في شعري واشد شعري كده. فالحمد لله بجد صعب جدا. فادعوا لي ادعوا لي بجد لعلكم اقرب الى الله مني. ان شاء الله باذن الله الجرعه دي تجيب نتيجه. ونفسي والله اعرف السبب، يعني كذا مره مريت بالدور ده بس ما كانش صعب للدرجه دي. التهاب الاذن الوسطى ده حرفيا بالمعنى الحرفي صعب قوي أوي، يعني أنا نفسي أدوس كده على عيني من كتر الصداع. الحمد لله راضية وزي الفل، وأكتر من كده وهيزول. والله مش شكوى، لأن الشكوى لغير الله مذلة، بس ربنا يهونها إن شاء الله وتعدي على خير. عاوزة أقولكوا خدت جلسة، الجلسة مجابتش أي نتيجة، يعني خدت جلستين تقريبا اللي هي فاركولين وبالمكورت أو حاجة زي كده، مش عارفة الاسم بالظبط يعني. بس ما جابش نتيجة، يعني أنا حسيت إن أنا صدري قفش أكتر من الجلسة. فالحمد لله لقيت نفسي مش قادرة، قلت ايه اطلع كده فوق انقي شوية امبوزيا، مش عارفة انتوا عارفينها ولا لأ، بس في ناس في دول الخليج بيقولوا عليها بامبوزيا، احنا بقى بنقول عليها امبوزيا. عاوزة اقولكوا دايما متنسوش دعاء اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وسوء الكبر وغلبة الدين وقهر الرجال. والله العظيم بجد الوضع صعب قوي قوي، مع التعب مع الملل، الدنيا مش حلوة خالص. فانا بقى ايه، بتبقى ارفه عن نفسي على اي حاجة كده هي بتقع، فانا بمسكها بقى بالراحة وبحط في الطبق ده. هي اغلب طرحها اصلا وقع في الارض من كتر ما هي ما شاء الله اللهم بارك، يعني ايه محدش عارف يوصل لها. مش طايلة الافرع بعيدة، فمش طايلة، مطلتش منهم الا فرع واحد، الباقي كله بعيد. بصوا متعلقة ازاي، بس اللهم بارك فيها كتير، بس انا مش طايلاها. جبت على قد ما طلت، بس ما طلتش ما شاء الله، الباقي لسه ما طلتهوش وهو بيقع اصلا في الارض. فانا مستحرمه بصراحه ان هو شايفين كل ده واقع في الارض. فما عرفتش بصراحه، كان نفسي ان انا اجيب شويه، ما جبتش غير شويه بسيطه بس. بصوا ايديا اتبهدلت ازاي، عشان هي اصلا زي الكريز. حتى جبت عصايه كده اجيب بيها فما طلتش. ادي العيش لخبازينه بقى، واحنا عشان مش متعودين على الوضع ده فمش هعرف. يلا الحمد لله قدر الله مش